مع الفضاء الالكتروني ده مش حاجه مش موجوده. يعني انا بقول لحد انت فين، بيقول لك انا قاعد على النت او انا في النت. يعني الفرق بسيط ان المكان ده موجود في عقولنا احنا. كان في الباب الاول بحاول اثبت ان الفضاء الالكتروني بيحمل سمات الحيز، حاجه زي المكان. مثلا قلت في الحيز المادي في مسافات مكانيه، في الفضاء الالكتروني في مسافات مكانيه ولكنها بتتحسب بالزمن. يعني انا لو بيفصلني عن الشخص الثاني عدد معين من الكيلومتر، لا الاقي ان هي بتتحسب بعدد اللحظات اللي بيستقبل فيها الرساله بتاعتي وبيرد على الرساله بتاعتي فيها. أول حاجة أثر الفضاء الالكتروني على هوية الإنسان، أو بمعنى أصح تبع المعنى اللي إحنا عارفينه هنا شخصية الإنسان. والفضاء على حالات الحب والصداقة بصفة خاصة. هي عبارة عن إيه؟ في حب ولا لا؟ الفترة دي اللي هي إيه؟ أنا هنا مثلا أتكلم عن الانفصام الشخصية. جه تمام الناس يعني قالتها، حتى قالت في تركيا وفي دول تانية إن أنا بقول إن 90% من الطلاق في مصر بسبب التليفون. طب أنا ما بتحصل انها توصل لعلاقه جنسيه. طبعا انا بتكلم عن طريق اللي هو السايبر سيكس او اللي هو الادمان الجنسي الالكتروني. هي عباره عن 5 مراحل. هنا محدش كان يعرف الكلام ده، فبدانا ان احنا نتكلم عنه عشان الانسان لما يلاقي نفسه